السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المشجع الصغير، وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة. أقيمت مساء يوم أمس الجمعة 3 مباريات ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة الثانية للموسم الحالي من بطولة الدوري. البداية كانت بتعادل فريق بتروجيت بهدفين لمثلهما أمام نظيره كهرباء الإسماعيلية، ثم فاز الأهلي برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو، وفاز حرس الحدود بهدف نظيف على نظيره البنك الأهلي. أسفرت قرعة الدوري المصري لموسم 2025-2026 عن حصول الأهلي على راحة في الجولة الثالثة بالدوري على أن يواجه غزل المحلة بالجولة الرابعة. تحدث محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي مع اللاعب أحمد عبد القادر بشأن مستقبل الأخير مع القلعة الحمراء، وأكد محمد يوسف للاعب أنه سيتواجد في تدريبات الفريق لحين وصول عرض مناسب له من إحدى الأندية الخارجية للانتقال إليها، بعدما انعدمت فرص انتقاله لأي نادي مصري بعد إغلاق باب القيد في مصر مؤخرا. وأوضح محمد يوسف لأحمد عبد القادر أن مشاركته في المباريات ستكون صعبة للغاية في ظل الرؤية الفنية للأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، خاصة وأن اللاعب لم يتواجد مع الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد. كما صرح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع الفريق أثبتت إصابته بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى. كما أضاف الدكتور أحمد جاب الله أن هذه الإصابة كانت سببا في غياب اللاعب عن مباراة فاركو أمس فضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز. وأشار طبيب الأهلي إلى أن ياسر إبراهيم سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة على أن يتم تقييم حالته بشكل دوري لحين اكتمال جاهزيته الطبية. اتحاد الكرة يناقش العروض الخارجية لاستضافة السوبر المصري. يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعات مكثفة لمناقشة عدد من الملفات وعلى رأسها السوبر المصري الرباعي، ومكان إقامته بعد تلقي أكثر من عرض في الفترة الماضية وعلى رأسها العرض الإماراتي. وتقدمت شركة كويتية باستضافة السوبر ودفع مقابل مالي عالي. حدد اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة يومي 6 و9 نوفمبر المقبل موعدا للسوبر المصري الرباعي المرجح إقامته حتى الآن بدولة الإمارات، ويضم الأهلي باعتباره بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر وسيراميكا بطل كأس عاصمة مصر وبيراميدز وصيف الدوري وكأس مصر.